اول لما الدكتور قال لي ولدين ساعتها اتصدمت، وقمت قلت له بجد؟ انت بتتكلم بجد يا دكتور؟ انا فيها ولدين؟ يعني انا خلاص هيبقى معايا ولدين؟ رد وقال لي ايوه. في ايه بس يا مدام؟ وفضل يضحك عليا. قلت له لا، انت مش فاهمني. انت عارف ظروفي كويس قوي. حضرتك انا متابعه معاك بقالي كتير قوي، وانت عارف كل حاجه عني. فارجوك وابوس ايديك تقولي الحقيقه. قال لي الف الف مبروك، معاكي ولدين في بطنك، وان شاء الله يجوا بالسلامه. ساعتها كنت عايزة أزغرط وألم الدنيا كلها عليا. ده أنا حتى من فرحتي ما كنتش عارفة أنا بقول إيه بالظبط. ولقيته بيقولي اتملكي أعصابك وخلي بالك على نفسك كويس قوي. إحنا نحمد ربنا إن إحنا وصلنا للمرحلة دي. ساعتها قلت له أنت وشك حلو عليا، وطلعت فلوس كتيرة قوي. ساعتها قال لي ما ينفعش أخد منك الفلوس دي. قلت له الفلوس دي توزعها على الناس، على المرضى، على الناس الغلابة. اعمل اللي انت عايزه. انا النهارده بقيت مليونيرة بسبب الولدين اللي في بطني. وساعتها خرجت من عند الدكتور ومشيت في الشارع وانا فرحانة زي المجنونة. وهنا سمعت واحدة بتقول لله اي جنيه، اي لقمة، عايزة اروح لولادي باكل. ابوس ايديكوا، عيالي ما كلوش من امبارح. ساعتها قربت من الست دي وطلعت لها فلوس، وقلت لها خدي اكلي عيالك، اكليهم اكل حلو قوي، خليهم ينبسطوا ويفرحوا النهارده، لان انا فرحانه. وانا اعدي عليكي مره تانية ابقى اديكي فلوس برضو، بس روحي دلوقتي فرحي عيالك. لقيتها بتقولي ربنا يستر عرضك، ربنا يكرمك في حياتك، واهم دعوه بقى ان ربنا ما يجعلك ظالمه ابدا. ساعتها دورت وشي وبصيت لها وقلت لها انا طول عمري مظلومه، ما تقلقيش، مهما عملت هكون باخد حقي وبس. النهارده كمان هاخد حقي. لقيتها بتقولي طب خلي بالك بقى، لان اخد الحق ما بيبقاش بالظلم. انت شكلك طيبة وبنت ناس، وعلشان كده بديلك نصيحة من قلبي. ساعتها بصيت لها وضحكت ومشيت، لانها كانت كأنها حاسة باللي جوايا، كأنها حاسة ان انا هاخد بطاري فعلا. انا فعلا ما كنتش هسكت، لازم اروح واقلب الدنيا في البيت. لازم الكل يعرف ان انا بقيت ست كل، وبقيت انا صاحبة الفلوس كلها، وبقيت انا صاحبة كل حاجة. ووقفت في الشارع واتصلت بجوزي وقلت له مبروك، هنسمي التوأم ايه؟ رد وقال لي انتي بتقولي ايه؟ انا مش فاهم حاجه، التوأم بتوع مين؟ قلت له بص يا سيدي، انت ليك عندي مفاجأتين. المفاجأة الاولى ان انا حامل، وفي 4 شهور ونص كمان. والمفاجأة التانية بقى، واللي انت وعدتني بيها، ان اللي في بطني ولدين مش ولد واحد. لقيته بيقول لي معقول؟ انتي بتهزري؟ بتتصلي تهرجي معايا وانا في الشغل بتاعي؟ قلت له الكلام ده في هزار، اكيد مش بهزر معاك يعني. بقولك مفاجأتين، انت زي ما وعدتني كل الفلوس بتاعتك هتبقى بتاعتي، وحتى البيت كله هتكتبه باسمي زي ما اتفقنا. ولا اوعى تكون رجعت في كلامك. انا عندي استعداد اقسم دلوقتي ما اروحش البيت ولا خليك تشوف العيال اللي في بطني ابدا. لقيته بيقول لي خلاص، انا هنفذ لك كل اللي انت عايزاه، واي حاجه هتعمليها انا معاكي. قلت له تمام، يعني ما تسالنيش عن حاجه ولا تحاسبني على اي ردة فعل اعمله. وقفلت السكه معاه. وهنا رحت على البيت، خبطت على درتي ولقيتها طلعت وقالت لي مالك، جايه تعملي مشاكل معايا ولا ايه؟ قلت لها وانا من امتى يا فاطمه بعمل معاكي مشاكل؟ بقالك كتير قوي بتجرحيني وتوجعيني، وانا كنت بسكت وما بردش عليكي لاني كنت غلبانه وضعيفه وما كنتش واثقه في نفسي. بس الحمد لله ربنا كرمني. لقيتها بتقولي هاتي من الاخر، مخبطه عليا عايزه ايه؟ ما تتكلمي على طول. قلت لها عايزه حاجه واحده بس، تاخدي بناتك وتفضلي تطلعي بره من هنا. وانتي والتانية كمان، إسراء اللي فوق دي، هتمشي من هنا. هي برضه هتلم عيالها وهتطلع بره. خدوا بناتكم وامشوا من هنا. ضحكت ساعتها واتريقت عليا. ولقيتها بتقولي ازاي انتي اللي عايزة تطردينا؟ طب بأمارة ايه؟ ده انتي حتى ما بتخلفيش. ساعتها طلعت السونار، كنت عاملة سونار 3D، وكان معايا الورق بتاعه. وقلت لها اتفرجي، ولدين يا حبيبتي، عندي ولدين في بطني، وانتي هتطلعي من هنا انتي وبناتك، انتي بال4 بنات بتوعك، واسراء بال4 بنات بتوعها. يلا عشان تفضلي البيت، لان البيت كله دلوقتي بقى باسمي، وكل حاجة تحت امري، وحتى فلوس عمري كلها بقت بتاعتي،
كل حاجة بقت ملكي أنا والولدين اللي في بطني، وأنا أصلا الزوجة الأولى. يعني انتوا الاتنين مالكمش لازمة دلوقتي. انتوا جيتوا عشان تجيبوا الولد، ولا واحدة فيكم جابته، وأنا اللي هجيبهم. اتفضلوا بقى انتوا الاتنين من غير ما ترد. كانت إسراء ساعتها نزلت ولقيتها بتقولي هو في ايه؟ قلت لها لسه بقى هكلمك انت كمان. ابقفي مع ضرتك اللي كنتي بتغزيني معاها وقولي لها ايه اللي حصل. خليها هي تحكي لك. وربع ساعة كده وهنزل، لا لاقيكي انت ولا هي، انتوا وبناتكم. يلا امشي اطلعوا بره. وطلعت ساعتها على شقتي وكنت سامعاهم عمالين يتكلموا. اتفاجئوا طبعا من الصدمة اللي عملتها لهم، وهنا افتكرت اللي كانوا بيعملوه فيا. وده اليوم اللي ولدت فيه ضرتي ساعتها التوأم. كان أول توأم ليهم. كنت واقفة بعيط وكانت جنبي ماما، وقلت لها ينفع كده يا ماما؟ ينفع أبقى سامعة أغاني السبوع كده والزيطة والحاجات اللي هما عاملينها؟ كانوا عمالين يزغرطوا وأنا كنت زعلانة أوي. ولقيتها بتقولي وإيه يعني؟ إيه المشكلة؟ خليها تجيب له بنت واتنين، ملناش دعوة بيهم، ده نصيبك يا بنتي. وبعدين أنا قلتلك اتطلقي، انت اللي قلتي بحبه ومش عايزة اتطلق منه رغم ان هو اتجوز عليكي وجرحك. قلت لها هو بايدي يا ماما، انا فعلا بحبه. بقالنا 3 سنين كنا بنحب بعض قبل الجواز، ودلوقتي بقالنا 3 سنين متجوزين. هي العشرة دي تكون بسهولة؟ يعني انا ممكن انساه كده وانسى جوزي وعشرتي معاه وخلاص كده اتطلق منه وابعد عنه؟ لقيتها بتقولي تبقي جامدة وتستحملي وتبقي قوية وتنزلي كمان وتبركلها وتكبري دماغك بقى طالما هو كمان بيحبك وبيقدرك. خلاص انسي يا حبيبتي وما تزعليش. بس المشكلة بقى ما كانتش في كده. المشكلة ان درتي مسكت واحدة من عيالها اللي كانت بتعمل لهم سبوع وجات عند الباب بتاعي وفضلت تغني وتقول اسمعي كلام امك، اسمعي كلام امك يا حبيبتي اللي نورتي الدنيا، اول مولود لباباكي وانت بقى البكرية الحلوة. وفضلت تعاير فيا وتقول كلام ملوش اي لازمة. وبعد كده خبطت عليا. ساعتها فتحت لها وقلت لها خير، مالك يا فاطمة؟ لقيتها بتقولي ايه لحد دلوقتي ما بركتليش؟ طب تعالي بقى النهاردة وخدي الحمص، يمكن ربنا يكبر خاطرك ويمكن تخلفي. ساعتها قلت لها الله يسامحك، اتفضلي بقى امشي من هنا، ومش عايزة منك لا حمص ولا حاجة، اتفضلي امشي. وقفلت الباب في وشها. وبعد كده انهارت من العياط قدام ماما. ودي ما كانتش اول مرة اتقهر فيها، ده بعد البنتين التوأم دول جابت بنتين تانيين. وحتى إسراء اللي اتجوزها بعد كده جابت بنتين توأم، وبعدها بنت، وبعدها بنت تانية. وجوزي بقى عنده 8 بنات. 8 بنات عمالين كل شوية يعيطوا وأمهاتهم تتكلم معاهم، وكل واحدة فيهم اتعمل لها سبوع. وأنا كل ده كنت بتقهر وأحط في نفسي. المشكلة بقى إن أسماء وفاطمة ضرايري الاتنين كانوا مصاحبين بعض، وكمان كانوا بيتفقوا عليا، وهو ده اللي كان تعبني نفسيا. والحمد لله النهارده هخلص منهم هما الاتنين، هخلص منهم واطلعهم برا البيت. وفي الوقت ده لقيت ماما بتتصل بيا ولقيتها بتقولي عامله ايه يا حبيبتي؟ كويسه النهارده؟ قلت لها النهارده احسن يوم عدى عليا في حياتي، انا عمري ما كنت سعيده بالطريقه دي. النهارده اسعد يوم يا ماما. وحكيت لها كل اللي حصل. لقيت ماما فرحانه وعماله بتزغرط. وقلت لها مش بس كده، ده انا كمان هخلص منهم وهطلعهم كلهم من البيت. انا النهارده دلوقتي بعد 5 دقايق كده بعد ما اخلص المكالمه معاكي هروح عند عمرو وهستلم ورق البيت وورق املاكه كلها، كل حاجه هتكون باسمي النهارده. قالت لي ليه كده يا بنتي؟ انت عايزه تطردي البنات بره البيت؟ عايزه تطردي عيال جوزك؟ ليه كده؟ احنا ما بنحبش اذيه الناس، خليكي انت احسن منهم وما تطرديش دمه ولحمه بره البيت، حرام، دول مالهمش حد تاني. قلت لها معلش بقى يا ماما، انا اللي كنت مقهوره وانا اللي اتعذبت معاهم. انت عارفه انا بقالي قد ايه بتعاير وبتذل منهم؟ بقالي كتير قوي، وانت شفتي بعينك. اظن كفايه كده، بعد اذنك يا ماما. وقفلت السكه. وبعدين في الوقت ده كنت نازله على السلم، وهنا لاول مره اشوف فاطمه اللي كانت عقربه وكانت غبيه معايا. لقيتها عماله بتعيط واقفه بتقولي انت عارفه ان ماليش مكان، انا حضرت حاجتي وهمشي، لكن انا مش عارفه انا هروح فين، لا ليا مكان ولا ليا حد اروح عليه. وعمرو كلمته وقال لي
ان انا المفروض امشي من البيت، وان انا ماليش اي حاجه، لان انا مضيت له على ورقه ان ماليش اي حاجه ولا ليا اي طلبات، ولا ينفع اطالبه باي حاجه قانونيه. ساعتها فرحت قوي انها واقفه مذلوله قدامي. وساعتها قلت لها طيب لمي بقى عيالك وامشي، لا هتعرفي تستعطفيني ولا هتعرفي تاخدي مني اي رحمه. والتانية برضو كانت نفس الحكايه. وانا سبتهم ساعتها ومشيت، ورحت وقتها عند جوزي ولقيته محضر كل الورق، مضيت على ملكية كل حاجة. ساعتها كنت مبسوطة جدا، وانا كمان وريته الاشاعات والتحاليل بتاعتي. وجوزي قال لي ساعتها انه عايز يروح للدكتور ويشوف كل حاجة بنفسه، وكمان يسمع نبض البيبي. وفعلا راح معايا وعاش اسعد اللحظات. كنا فرحانين قوي. وساعتها قال لي اعمل اللي انا عايزاه فيهم، ولو عايزة اطردهم هطردهم، لانه طبعا كان موديهم على ورق وكان مأمن نفسه تماما. وانا في الوقت ده قلت له انا كمان عايزة عربية من العربيتين بتوعك، هتبقى بتاعتي بقى على طول وهركبها من دلوقتي. لقيته بيقول لي ماشي، انا كمان عندي شغل مهم ولازم امشي، اوعي تفرطي فيا انا كمان، كل حاجة بقت معاكي يا هند وانا واثق فيكي. قلت له حاجتك في عينيا الاتنين، وانت كمان في عينيا، وكمان عيالك اللي في بطني. صدقني احنا كلنا ان شاء الله في امان. وركبت العربية وانا فرحانة، كنت مشغلة اغاني وكنت شوية وبرقص، فرحانة بقى ومبسوطة. محدش قدي. هو برضو انا استنيت كتير وصبرت اكتر واستحملت كتير قوي. لكن وانا ماشية فرحانة لقيت تليفوني بيرن، وكانت ماما. وقلت لها وبعدين بقى يا ماما؟ وبعدين ما انا قلتلك مش هينفع اسكت على اللي عملوه فيا، ولازم اطلعهم بره. لقيتها بتقولي هبقى غضبان عليكي وهزعل منك قوي. وفي الوقت ده ماما صوتها راح، السكة كانت مفتوحة، وفضلت اقول الو، ردي عليا يا ماما. ما كانتش بترد ابدا، ما كانتش بترد خالص. ساعتها معرفش ليه قلبي اتقبض. وقتها جريت بالعربية، وساعتها عملت حادثة وانا ماشية. معرفش خبطت ازاي في العربية اللي قدامي، وبصيت لقيت نفسي مش قادرة حتى اتحرك من مكاني. وكنت حاسة ان اغمى عليا وفقت، ولقيت حد بينزلني من العربية، وكانت ست. ولقيتها بتقولي الحمد لله على سلامتك يا بنتي، كويس ان انتي كويسة. قلت لها الحمد لله. قالت لي دي الخبطة كانت كبيرة قوي، ده ربنا كتب لك عمر جديد. قلت لها مش مشكلة، انا دلوقتي انا كمان حامل، بس انا الحمد لله بخير، مفيش حاجة حصلت لي. المشكلة في ماما تعبانة ولازم الحقها دلوقتي حالا. لقيتها بتقولي طب اساعدك ازاي؟ قلت لها ركبيني اي عربية، اي حاجة، اي تاكسي يعدي قدامك. وفعلا الست دي ركبتني عربية، وقلت له على العنوان اللي انا عايزة اروحه. وعلى قد ما انا كنت تعبانة كنت مصرة ان اجري واشوف امي فيها ايه، خصوصا ان انا عمري ما كنت هسامح نفسي لو امي جرالها حاجة وهي غضبانة عليا او زعلانة مني. معرفش وصلت عند امي ازاي، ما كنتش قادرة اقف على رجلي، بس برضه في نفس الوقت كان نفسي اطمن عليها، لاني كنت حاسة ان انا اللي هيجرالي حاجة. فتحت عند ماما، واللي حسبته لقيت ماما في الارض تقريبا كده اغمى عليها. فضلت افوق فيها، وساعتها ما كانتش بتفوق. وساعتها اتصلت بالاسعاف، بس كنت عارفة ان الاسعاف هتتأخر، لان قال لي ممكن الطريق يكون زحمة. نزلت ساعتها عند الجار اللي تحت، وهو اصلا دكتور. وفي الوقت ده خبطت كتير قوي، ما كانش بيفتح لي، وعرفت ان هو مش موجود في الشقة. ساعتها كنت مش عارفة اعمل ايه، خلاص التصرف راح من عندي، عقلي حتى ما بقتش بفكر بيه كويس. وفي الوقت ده لقيت الدكتور جه، كان لسه طالع. قلت له الحمد لله ان انا لقيتك، ماما اغمى عليها فوق، ابوس ايديك تطلع معايا. وفعلا طلع معايا، وعمل هو كل الاجراءات، جاب لها حقنة الانسولين لانها ما كانتش اخدت الابرة بتاعتها ولا علاجها، واداها العلاج بتاعها. والحمد لله ماما حسيت بيها ان هي بقت تتحسن. الحمد لله الدكتور انقذني وانقذها هي كمان، وكنت فرحانة ومبسوطة اللي شفتها كويسة قدامي. وقلت لها وبعدين بقى، هو انت ممكن يجرالك حاجة وتسيبيني؟ لقيتها بتقولي مفيش حاجة مضمونة يا بنتي، المهم ان احنا لما نقابل ربنا نبقى واثقين من نفسنا ان احنا عمرنا ما ظلمنا حد ولا جينا على حد. ومش معنى ان حد ظلمك وجي عليك
ان انت ممكن يعني لازم تعمل فيه كده، ولازم تبقى تكون ظالم انت كمان. لو هي ظلمتك فبناتها ما ظلموكيش ولا جم جنبك. البنات الصغيرين ما لهمش ان هم يطلعوا بره البيت، ولا يطردوا في الشارع، ولا يبقوا من غير مستقبل. سمعت يا بنتي ولا لا؟ ساعتها اقتنعت بكلام امي، وفرحت بكلامها جدا. رجعت لي عقلي تاني، ورجعت ساعتها ضرتي الاولانيه والتانيه، والاتنين لحد دلوقتي عايشين، كل واحده في شقتهم. وانا مبسوطه جدا في حياتي من بعد ما خلفت التوأم، وجوزي اتعلق بيهم جدا. ورجعت كل الاملاك لجوزي، علشان بعد عمر طويل كل واحد ياخد حسابه بالعدل، وياخد حقه في الميراث بعدل ربنا. ضرايري بقى كويسين جدا معايا، فاطمة وإسراء بقى كويسين معايا، وكمان ساعات بيخدموني. أنا الحمد لله علاقتي بيهم كمان كويسة. قد إيه ممكن الناس الكويسة في حياتك ترجع لك عقلك وتبعدك عن الشر. الناس اللي تستاهل تكون في حياتك، الناس اللي بتنصحك من قلبها وعايزينك دايما كويس، سواء كانوا أصحاب أو إخوات أو حتى أمك أو أبوك. الناس اللي بتحبك بجد عايزاك كويس دايما، وعمرها ما هتسمح إن أنت تكون ظالم أو تيجي على حق حد. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل القصص الجديدة. ولو أنت بتتابعنا على صفحة الفيسبوك ما تنساش تضغط لايك ومشاركة، وكمان متابعة صفحة الفيسبوك. أشوفكم على خير إن شاء الله.